ولهذا نقول إجابة على سؤال ربما قد يطرح: هل هناك ضرورة اليوم للتسمي بمثل هذا الاسم أهل السنة؟ فنقول نعم، هناك ضرورة وهناك حاجة إلى التسمي بهذا الاسم، لأنه لما كان الناس أمة واحدة في أول العصر بعث الله عز وجل الرسل، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، مبشرين ومنذرين وداعين الخلق إلى الإيمان بالله عز وجل. كان من أطاع الرسل واتبعهم صار من أهل الإسلام، ومن خالفهم وعصاهم كان من أهل الكفر، فانقسم الناس حينئذ إلى كافر ومسلم. لكن لما دخل في أهل الإسلام من لم يكن منهم واختلط عليه الحابل بالنابل، وأدخل الناس بعض الأفكار الغريبة، بل نقول حتى بعض الطرائق والمناهج التي لم يعرفها المسلمون الأولون، عمد بعض الناس إلى ما عند اليونان من العلم المعروف عندهم، والذي كان هو المنهج السائد عندهم في كل العلوم، حتى في الإلهيات كانوا يعتمدون على هذا المنهج الذي وضعه البشر ووضعه فلاسفتهم ومتكلموهم. ولهذا فسد الدين على الناس وضعفت العقائد، وصار الناس يقرؤون عقائد أهل الإسلام فلا يفهمونها. ولذلك اضطر العلماء إلى أن يتمايزوا بالسنة وبالاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما تمايز وكما تميز أهل الإسلام عن سائر الأديان الأخرى.